الطريقة اللي غيخلق بها الإنسان وكيفاش سوف تتم هذه الطريقة، يعني نمشيو معها. قال بعد ما طبعا قال الله قال في الآية 11 قال ولقد خلقناكم، الله يتكلم، ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذن راه خلقناكم وصورناكم ومن بعد قلنا للملائكة يوسجدوا سجدوا لآدم، هذا الشيء اللي خلقت راه سميتو آدم، سجدوا ليه، وما سجدوا قاعوا ساجدين كلهم ما عدا إبليس، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذن هو وضح لنا أنه خلقناه وصورناه وقال الملائكة ما عدا واحد كيقول ليه إبليس ما بغاش تكبر على الله. اش قال ليه في 12 ما منعك، اش منعك مالك ألا تسجد إذ أمرتك، واش ما بغيتيش تسجد ملي كنقول لك أنا كنأمرك؟ هذا الله يتكلم مع مخلوق. قال لي ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال ليه أودي أنا راه أحسن منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، هادشي علاش أنا أحسن منه ما بغيتش، وأنا مخلوق نسجد للطينة، خلقتي هذاك آدم من طينة ما بغيتش. اش قال لي الله في الآية 13؟ حنا دابا غنمشيو مع القرآن دقة دقة وغنشوفوا طريقة كيفاش الله كيقدم يعني هذه القصة ديالو باش يقنعني أنا باش ندخل أنا لهذا الإسلام. قال ليه في الآية 13 فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، في الجنة طبعا. وطبعا المسلم كيآمن وكيعتقد على أن الجنة فوق السماوات، الجنة ماشي في الأرض، الفوق، لأن قال ليه فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. باغي يطردو، هذا أمر دابا ديال الله، قال ليه خرج درك زلافتك، يلا درك زلافتك، علاش تتكبر لي أنا؟ شكون أنت؟ فما يكون لك أن تتكبر فيها، يلا نوض درك زلافتك. قال ليه قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أشنو زعما قال أنظرني إلى يوم يبعثون؟ كيفاش؟ علاش ما تحملوهاش؟ حطوا نقطة ووقفوا. باغي أنا ما باغيش نزيد الآية 15، باغي نفهم 14. كيفاش عرف هاد الشيطان هاد إبليس هذا أن آدم اللي هو باقي حتة الطينة باقي غيسة؟ كيفاش منين عرف؟ أيعلم الغيب؟ منين عرف على أن هاد الطينة هذه اللي هو غيسجد لها راه تبع واحد يوم البعث؟ منين؟ انظر لي إلى يوم يبعثون. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. قال لك عالم الغيب والشهادة هو الله سبحانه وتعالى. يواسي منين عرف هذا الشيطان هذا راه آدم غيتبعث وهو باقي كاع؟ إذا هذا آدم حكمتي انت عليه، وهذا الشيطان ديالك على أنه غير تاكب معصية، حكمت عليه ديجا انت من النهار الأول وقيا ما خلقتيه. هو عيش نهار تسمع أخبار. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. كنتو في الجنة بخير وعلى خير وكتضربوا يعني الطواجن مع راسكم إلى يوم يبعثون. هنا نبغيكم المسلمين فكر عند كل آية وقف عندها وفكر، خدم عقلك. قال ليه إنك من المنظرين. يا الله سي قلتي لي أنظرني، يا الله راك من المنظرين. قال فبما، هذا كلام خطير جدا مكتوب في القرآن، اسمعوا. قال ليه فبما أغويتني. وشوف عيب، شوف الخطورة ديال الكلام. هل الله يغوي؟ واش الله؟ حاشا لله. وكن هذا إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فبما أغويتني، ودبتا وليتي كتغوينا عوض الله السي الله. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لمن؟ ياك باقي هو غير طينا عباد الله. لهم لمن؟ وهو طلب منك تسجد. باقي السيد نتوما درتو فيلم، باقي هو باقي الروح مازال ما درتو فيلم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله يا ودي calm down ثم لا آتينهم مش آتينهم شكون؟ من بين أيديهم. وكأن كاتب هذا الكلام ما مركزش، ما عرفش شنو كيخيرون. جيب يا قلم وجلس بارك جالسين كيكوروا عطر العور. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم
وعن أيمانهم دابا أنت كونتي أمة كونتيها أنت دابا، وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. السي في الآية 17 قال ليه من بعد جات الآية 18 السي اخرج منها، خرج درك زلافتك مدؤوما مدحورا من الجنة طبعا، وراه اللي تبعك منهم إوا السي باقي آدم ما كلاش من الشجرة حسب التسلسل. إذا مشينا مع البلاغة ديال القرآن، فين هي البلاغة؟ فين هي البلاغة عباد الله؟ آدم راه باقي مازال ما كلاش من الشجرة. قال ليه اخرج منها مدؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم دابا هنا وقفوا معايا عاوتاني، وقفوا معايا. قال لي اخرج، هنا جا الطرد يعني الطرد البان. قال اخرج منها مدؤوما مدحورا، راه اللي تبعك منهم راه نعمر دي جهنم والديها منكم كلكم أجمعين. ويا آدم you Adam and your wife، أنت وزوجك، يعني هنا ما تذكرش هذاك إبليس. يا آدم اسكن أنت وزوجك، ثم بجوج لداه الجنة. إذا هو اخرج منها، خرج درك زلافتك. إذا قضى الله أمر صافي، خرج كن فيكون، درك زلافتك. خالق الكون كيتكلم مع حشرة، خرج درك زلافتك. اخرج منها ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. يلا تذكرت الشجرة دابا فتكون من الظالمين. عاود تاني جا قال لك في الآية 19 و 20 قال لك فوسوس لهما، ياك هو مطرود، ياك طردتيه، ياك جريتي عليه، ياك قلتي خرج درك زلافتك. جا دخل كان واقيلا دوك الحراس ودوك النجوم دوك الشهوب، قال لك السماء زيناها بمصابيح، قال لك وجعلنا النجوم رجوما للشياطين، ما قداو فيه والو، ما جاش شي كوكب. شوف هذا الله قال لك دابا كيجي شي شيطان ولا شي واحد كيتصنت، شي جن كيبدا يتصنت الله. اش كيقول؟ قال لك مع الملائكه ماء، فكيقول له الله تيشد شي نجمه وكيعطيه بها باق، سير ضري الله يقلك العرض وكيعطيه. قال لك اتبعه، قال لك شهبا، راه كاينه في القران. دابا ملي كيشوفوا دابا المسلمين هذاك الشهب النيازك نازله، عرفوها بان الله راه رجم شي شيطان كان كيتصنت، طالق ودنيه وكيتصنت. سير الله يقلك الحياه تجي تصنت هاك وكيعطيه. دابا حنا ولينا كنعرفوا دابا كنعرفوا امتى دابا شي النيازك غطيح وكل شيء، وكنعرفوا الله امتى غيرجم. حكان فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وابدا. شوفوا واش عرفتوا علاش نهاكم الله عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وسمعوني، سمعوا كلامي. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما. طبعا بغى يدير كوبي كولي ولكن ما عرفش مسكين، ما عرفش كيفاش يدير يعني، وحط هاد التخرميزه هذه حطها كامرونه هكا وكور وعطي العور. وطبعا المسلم راه ما كيقراش لان هذا الكلام هذا مخبي وراء واحد الاصوات اللي هي جميله جدا بحال المنشاوي ولا هذا عبد الصمد محمد صديق المنشاوي، يعني كيخبيو لكم هذا الشيء هذا ما كت. وقاسم الله لكما لمن الناصحين. ثم كتمشيو مع ديك القافيه وداك اللحن وكتنساو انكم تجلسوا تستوعبوا وتفهموا الكلام، وكيدوزوا لكم وكيعلفوا لكم وانتم غاديين حاضرين رؤوسكم. يا ادم اني وانا ما عارف علاش كيبكي، ما عارف علاش ويا آدم ثم لا آتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكيبكي وعلاش ما تبكيش؟ علاش ما تقراش ليه؟ وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إذ أراد النبي أن يستنكحها ويجبدها
ماشي كيجبد لك ديك هم شاكرين، لا خصو يوصل عند ديك يستنكحها ويجبدها، يجبد لها العظام. لا بحال هذيك يستنكحها كيمضغها يستنكحها لا وكيفوتها دغيا، لا خصو يجبدها. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إذ أراد النبي أن يستنكحها، باش تفهم. ولا من يجيب لك وكواعب أترابا يجبدها لك حتى هي باش تفهم شنو هي وكواعب أترابا. ولا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هذيك اللمم حتى خصو يجبدها باش تفهم شنو هي. ولا ما فهمتيهاش يقولها لك بالعربية بالمغربية باللهجة المغربية. اللمم عباد الله، واش كتعرفوا شنو هو اللمم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذه راه آية في القرآن. واش كتعرفوا اللمم عباد الله؟ اللمم شنو هو اللمم؟ اللمم انتم طبعا غيقرا لك عبد الباسط ولا محمد صديق المنشاوي ما تفهمش اللمم، ولكن إذا سمعتيها في هذه الغرفة هذه وسمعتيها اللي هي المعنى ديالها بالمغربية التقباص هادشي يقولوا لأمك يا حسين، تقباص والتشيات والتزلاق راهو النمسا سير قلبوا كيما اختي لا نسالك اختي لا بيغ لو فيغت هذه هي اللي خرجت فيكم طول وعرض، لا بيغ لو فيغت هي اللي خرجت فيكم طول وعرض يعني الله ما بانش ليه لا بيغ لو فيغت، بان ليه غير ابو لهب مسكين. اش دار ابو لهب ما يدير والو، ابو لهب راه هدا مسكين التهمه، راه اجي شوف ابا لهب كاينين هنا المهم نكملوا القصص والخرافات اللي هي في القرآن. هذا كان طبعا شرح لبداية الخلق، بعدين غنشوفوا كيفاش محمد استلم الرسالة وكيفاش يعني الإسلام غيوصلكم حتى لشمال إفريقيا. يعني دقة نمشيو غير بالمهل كيتكال بداز.